يبحث التعاون مع الأهلي المصري. كولر يدرس إجراء تعديلات على تشكيلة الأهلي. منصب جديد لهاني رمزي في الأهلي. في أول ظهور له الجمل يقود تدريبات الدراويش. الخطيب يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الإماراتي. الوداد والأهلي يبحثان عن تصحيح المسار وصدام بين الترجي والزمالك. مدرب الهلال هدفنا قلب توقعات تأهل الأهلي وصن داونز. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فصلوا على خير البشر، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين مشاهدي الرياضة المصرية والرياضة العالمية في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أخبار جديدة شيقة وممتعة لكرة القدم وجميع الأخبار الرياضية. اليوم الخميس 23/2/2023. بنبدأ أخبارنا الرياضية عن النادي الأهلي. اتحاد الأندية الأوروبية يبحث التعاون مع الأهلي المصري. استقبل محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري اليوم الخميس بمقر النادي بالجزيرة ديدريك ديولي مدير كرة القدم في اتحاد الأندية الأوروبية المحترفة، وحضور المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق. وتأتي الزيارة في إطار بحث سبل التعاون بين اتحاد الأندية الأوروبية المحترفة والنادي الأهلي للاستفادة من نجاحات الأخير على الصعيدين القاري والعالمي، ليكون حلقة وصل بين الاتحاد والأندية غير الأوروبية التي يرغب الاتحاد في مساعدتها. كولر يدرس إجراء تعديلات على تشكيلة الأهلي. يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إجراء عدة تعديلات على تشكيلة الفريق الأحمر في مواجهة صن داونز. ويواجه الأهلي خصمه صن داونز بعد غد السبت في إطار الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. في المقابل يبدو محمود كهربا الأقرب للاستمرار في خط الهجوم بجانب أحمد عبد القادر وحسين الشحات بعد الظهور بشكل جيد في لقاء أسوان. واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الأربعاء عقب العودة من أسوان. منصب جديد لهاني رمزي في الأهلي. استقر مسؤول النادي الأهلي على ضم هاني رمزي نجم الفريق السابق للعمل ضمن شركة كرة القدم التي يترأسها عادل القيعي. هاني رمزي سيتواجد ضمن لجنة اكتشاف المواهب بشركة كرة القدم من أجل متابعة اللاعبين الجدد واستخدام المواهب للفريق الأحمر. ونشر أحمد حسام عوض عضو شركة كرة القدم صورا له في وقت سابق رفقة هاني رمزي وأمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة مع كشافي ليفربول. ويقوم هاني رمزي في الوقت الحالي بتقديم برنامج تلفزيوني على قناة النادي الأهلي. في أول ظهور له الجمل يقود تدريبات الدراويش. قاد حمزة الجمل المدير الفني الجديد للإسماعيلي تدريبات الدراويش مساء اليوم الخميس عقب توليه المسؤولية خلفا لأحمد حسام ميدو. وعقد الجمل جلسة مع اللاعبين وطالبهم بفتح صفحة جديدة من أجل إعادة الإسماعيلي من جديد إلى مكانته الطبيعية. ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فيوتشر يوم 3 من الشهر المقبل على استاد السلام بالجولة 20 من الدوري. وقرر مجلس إدارة الدراويش تعيين حمزة الجمل في منصب المدير الفني للفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة. هذا ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول الترتيب ب14 نقطة، جمعهم من 18 مباراة. حقق الفوز في مواجهتين وتعادل 8 مباريات وخسر 8 مثلهم. الخطيب يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الإماراتي. استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري اليوم الخميس بمقر النادي بالجزيرة عيسى الحزامي رئيس مجلس إدارة الشارقة الرياضي. ونقل الحزامي لرئيس الأهلي تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو
عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، وحرص الخطيب على مبادلته التحية متمنيا له دوام التوفيق والمزيد من النجاحات. وتداول اللقاء بحث أطر التعاون على كافة الأصعدة وتعزيز التعاون المستقبلي والاستفادة من خبرات الأهلي ونجاحاته القارية والعالمية، وأيضا في ضوء الطفرة والتميز الرياضي الكبير الذي تشهده إمارة الشارقة. الوداد والأهلي يبحثان عن تصحيح المسار وصدام بين الترجي والزمالك. تنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تشهد العديد من المواجهات المثيرة. وتتصدر هذه المواجهات الصدام العربي الذي يجمع بين الترجي التونسي وضيفه الزمالك المصري، بجانب لقاء المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري. ويرفع الوداد المغربي حامل اللقب والأهلي المصري شعار البحث عن تصحيح المسار في هذه الجولة بعد بدء مشوارهما بالخسارة. يسعى الوداد غدا للفوز على ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي في مواجهة ستكون صعبة بكل المقاييس بعد خسارة حامل اللقب بالجولة الأولى أمام شبيبة القبائل الجزائري بالمجموعة. ويطمع الوداد في تحقيق الفوز على بطل أنغولا من أجل تصحيح مساره مبكرا، وسط أنباء حول كونها مواجهة الفرصة الأخيرة للتونسي مهدي النفطي المدير الفني للفريق. ويتطلع شبيبة القبائل السبت المقبل لحصد الفوز على حساب فيتا كلوب الكاميروني واستكمال مشواره المميز بعدما حصد 4 نقاط في أول جولتين وقدم مستويات طيبة. تدور مواجهة مكررة بين الأهلي المصري وضيفه ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في المجموعة الثانية، كما يلعب الهلال السوداني خارج دياره مع القطن الكاميروني غدا الجمعة. يتطلع النادي الأهلي لمحو آثار خسارته أمام الهلال والفوز على صن داونز الذي حصد 6 نقاط في أول جولتين، خاصة أن كتيبة المدرب مارسيل كولر استعادت نغمة الانتصارات بالدوري المصري على حساب أسوان. ويأمل الهلال الذي حصد 3 نقاط بالفوز على الأهلي في الانتصار خارج ملعبه أمام القطن تثبيت أقدامه في سباق المنافسة على بطاقة التأهل لربع النهائي. أما على صعيد نادي الزمالك تشهد الجولة صداما مثيرا يوم السبت المقبل بين الزمالك والترجي على ملعب رادس في المجموعة الرابعة، كما يستضيف المريخ غدا منافسه شباب بلوزداد. الترجي حصد أول فوزين ويسعى لمواصلة الانتصارات والاحتفاظ بالعلامة الكاملة والتغلب على الزمالك في ملعب رادس. ويعول الترجي على خبرات مدربه نبيل معلول بجانب قدرات بعض نجومه خاصة محمد علي بن رمضان وحمد الهوني وفوسيني كوليبالي وأنيس البدري ورياض بن عياد. ويتطلع الزمالك لتحقيق أول فوز في دوري المجموعات بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد أن تأثر بالخسارة على ملاعبه أمام شباب بلوزداد وتعادل مع المريخ. الزمالك نجح في قيد لاعبيه الجديد ناصر منسي وأحمد بالحاج ومحمود شبانة، وسيكون الثلاثي جاهز لخوض مباريات الفريق الأفريقية بداية من لقاء الترجي. مدرب الهلال هدفنا قلب توقعات تأهل الأهلي وصن داونز. قال فلوران إبنجي مدرب الهلال السوداني أنه يحرص على تجهيز لاعبيه وأفضل صورة فنية وبدنية قبل أي مباراة، معترفا بصعوبة لقاء مضيفه القطن الكاميروني. ويواجه الهلال خصمه القطن غدا الجمعة في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وأشار مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي إلى أن فريقه خاض مرارا خفيفا أمس الأربعاء، كما أن اللاعبين في جاهزية تامة للمواجهة الصعبة. وأضاف: لعب كرة القدم في الشارع والأحياء مع الأصدقاء أمر رائع، ولكن في المنافسات الكبرى يجب أن تكون في أفضل مستوياتك وتبتعد عن التوتر.